ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده فطاير سهله وبسيطه وبطريقه تشكيل اكتر من كذا طريقه. بريوش سهل وخفيف، ينفع جنب الفطار الصبح جنب كوبايه الشاي او شاي بلبن. جميل وسهل جدا زي بتاع الافران واحسن بالظبط. وشكليه زي ما انت عايزه. يلا بينا نخش على المقادير ونشوف عملنا العجينه بتاعته ازاي. في الاول كده انا معايا كوبايتين من اللبن الدافي، هحط عليهم معلقتين خميره فوريه كبيره. انا عندي الكيس خميره الحلويات دي، انا عندي الكيس ده، انا وريتهولكوا قبل كده. وهجيب كمان معلقه خل، معلقه كبيره كده من الخل. وهجيب بياض بيضه، عندي هنا بياض بيضه. هاخد البياض واسيب الصفار علشان خاطر هدهن بيه وش الفطاير اللي انا هعملها في الاخر. طبعا انا هنا حطيت بياض بيضة عشان انا اصلا ما بحبش ريحة البيض. هضطر ان انا احط كيس واحد فانيليا من الكيس اللي هو الورق ده. وكمان عندي كوباية الا ربع خليط بين السمنة والزيت، او ممكن تخليه كوباية الا ربع زيت بس زي ما تحبي. وهنحط كمان معلقتين من السكر، تلات معالق كبار من السكر، ورشة كده بسيطة من الملح. وهنقلب كده الكلام ده كده مع بعضه. المقادير سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة خالص. معايا بقى 6 كوبايات من الدقيق اللي عندي اللي انا بستخدمه على طول، اللي هو دقيق متعدد الاستخدام. 6 كوبايات كده منخولين بما يعادل يعني كيلو من الدقيق، او حوالي كيلو الا كوباية كده. بنزل بالدقيق ده على مرتين، بلم كده العجينة، بشيل بقى المعلقة وبعجن بايدي. هتطلع بالشكل ده كده. عوزتي دقيق حطي ربع كوباية، شوية بشوية كده، معلقتين صغيرين. عوزتي مية او لبن حطي برضو ربع كوباية كده، شوية بشوية، علشان خاطر ان العجينة تظبط معاكي. شايفة العجينة عاملة ازاي؟ ما شاء الله خمرانة جميلة جدا. انا هنا غطيتها بكيس من بتاع السندوتشات وسبتها تخمر ساعة. طلعت بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. اديلها بقى البوكس المتين كده بتاعنا، هبطي العجينة وابتدي ان انت كوريها الكرة اللي تعجبك، كبيرة بقى صغيرة براحتك. البريوش ده سهل وخفيف جدا، خفيف خفيف يعني. وقطن كده، قطن، اقسم بالله قطن من قلبه كده يعني. مورق. اللي انا لفيتها دي حوالين نفسها دي مورقة جدا جدا وقطنية وهشة وعاملة زي الكيكة الاسفنجية كده. جميلة جدا جدا. انا كده كورت دول، باخد كده اول كرة وببتدي ان انا ابرمها على الرخامة رول. طريقة التشكيل براحتك خالص، زي ما انت تحبي تشكلي شكلي. انا كده هاخد 3 كور من اللي انا عملتهم وابرمهم كده رول. حاولي يعني كده على قد ما تقدري ان هما يبقوا قد بعض. وبجيب كده ال3 من يمة فوق من ناحية كده واحدة، وبقفلهم وببتدي ان انا اشكلها، اعملها على شكل الضفيرة بالشكل ده كده. وبقفل من تحت كده شكلها زي الضفيرة بالظبط. في صينية مدهونة
رشة خفيفة جدا من الزيت او فريشي فيها ورق زبدة، اي حاجة الموجود، وهتبتدي ان انت ترصي الفطاير بتاعتك فيها. هشكل معاكم كمان واحدة شكل تاني، برضو بجيب على الرخامة كده وببرم رول كده، وبلفها حوالين نفسها كده بالشكل ده كده. ده برضو شكل تاني، براحتك بقى اعملي اي حاجة في الاشكال اللي انا عملتها دي كده شكلين. هعمل معاكم كمان شكل، انا عملت منها 4 اشكال اللي انتوا شفتيهم في اول فيديو دول. بلفها كده حوالين نفسها من ناحية، وبلفها وبعكسها من الناحية التانية كده. طلع الشكل ده كده، يبقى ده ايه؟ تالت شكل معانا. هعمل كمان شكل برضو، بعمل برضو ضفيرة، ببرم 3 كور كده، وبعملهم برضو ضفيرة بالشكل ده كده، بس بكبر دي شوية علشان خاطر ان انا هلفها حوالين نفسها بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. يبقى انا هنا عملت 4 اشكال. اعملي بقى اللي انت عايزاه. انا كده عملت 4 اشكال معاكم، وال4 اشكال احلى من بعض. سهلة جدا، مفيش فيها اي حاجة معقدة، يعني بسيطة جدا جدا. بس وبروح لفاها حوالين نفسها كده، بس كده. عايزة تعمليهم كلهم شكل واحد برضو تمام، مفيش مشكلة. انا كده بخلص بقى كل الكمية اللي معايا دي. خلاص كده بجيب بقى صفار البيضة، فاكراه اللي احنا شلناه في الاول، بحط عليه كده معلقة من الخل وبربها كويس، وبجيب الفطاير بتاعتي وببتدي ان انا احط على وشها كده الادهنة بصفار البيضة ده، عشان لونها يبقى موحد وتطلع لونها جميل. طبعا انا سبتها خمرت فتحت خالص، لان انا سبتها في المرة التانية. احنا بنسيبها تخمر مرتين، العجينة بتخمر اول مرة، وتاني مرة بعد ما بتشكل الفطاير بتخمر، بتطلع شوفي خمرت جدا، بقت بالشكل اللي انت شايفاه ده. بدهن كده وشها كلتها، وطبعا الفرن سخن معانا. وبتدخليها الفرن وعلى كده وخلاص. حابه بقى تحطي حبه البركه زي ما انا حطيت ماشي، مش حابه استغنى عنها خالص، بس انا الحقيقه بحب حبه البركه في المعجنات، طعمها حلو ومفيده وفيها يعني مغذيه وحلوه، وبحس ان هي بتدي شكل حلو كده للفطاير. ده بقى بتدخل الفرن في الرف الوسطاني على درجه حراره 180، وبعد كده بنولع عليها الشوايه من تحت، تطلع بالجمال والعظمه اللي انت شايفاها دي. سهله وبسيطه جدا ومفيش فيها اي حاجه. لو اول مره تشوفيني وما اشتركتيش في القناه، اشتركي وفعلي الجرس وحطي لايك علشان يوصلك كل حاجه بعملها. ممكن بقى انت تفرشي ورق زبده علشان خاطر ان هي ما تلزقش منك، بس هي ما لزقتش مني، دي حاجه بسيطه خالص علشان خاطر انها تطلع معاكي بسهوله.